السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد السفه على طريقتي بامل وكتجي غزاله وسهله، وانا متاكده الا جربتوا هذه الطريقه غتولي مدمنه عندكم. ويلا تبعوا معايا الطريقه ديال هاد السفه. وهنا كناخذ واحد الكسيعه اللي ضروريه كنضيف فيها السميده ديال الكسكسو. انا ضفت هنايا السميده ديال الكسكسو متوسطه، ما ضفتهاش رقيقه وما ضفتهاش غليظه. صافي غناخذ شويه ديال الزيت، تقريبا 4 كاس ديال الزيت المائده، وغنحاول انني نبسبس هذاك السميده في هذاك الزيت مزيان. يعني نحاول ندخل هذاك الزيت في السميده باش هكذا ما كتعجنش ليا السميده من بعد ما كتفور. وانا خديت واحد البرمه ضفت فيها الماء ودرت الكسكاس ديالها صافي، وغنضيف هاد السميده في هذاك الكسكاس. هنا كيف ما كتشوفوا درت الصفه ديالي اولا الكسكسو ديالي في الكسكاس. غادي نخليه يفور لمده ديال 20 دقيقه، يبان لي الفوار طالع، ونخليه لمده ديال 20 دقيقه نحسبها ليه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا دازت مده ديال 20 دقيقه، الفوار باين طالع. غادي نعاود نحيد هذاك الكسكسو ديالي ونرجعو لهاد الكسعه هذه. صافي غادي نحاول انني نحل هذاك السميده اللي كتكون مجموعه، وغادي نستعين بالماء. غنبقى نضيف الماء شويه بشويه، ما نحاولش انني نعطيه الماء اكثر من القياس، بشويه بشويه باش هكذا ما كيتعجنش ليا ولا كيتكور ملي كنضيفه في الكسكاس. صافي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا تقريبا الماء انا راه ضفت 4 كاس اولا نص كاس ديال الماء بالعبار ديال كاس العنبه. كنخدموا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. كسكسو بزاف ديال الناس كيعرفوا الطريقه ديال الكسكسو هذه، راه بحال ديال الكسكسو، غير الفرق حتى الاخر وغنوريكم شنو الفرق بين هاد السفه وبين الكسكسو. صافي غادي نخدم بنفس الطريقه، ومن بعد ان شاء الله غادي نضيفها في الكسكاس. صافي هنا كيف ما كتشوفوا ضفت هذاك الكسكسو من بعد ما حاولت انني نحلو، ما خليت حتى شي حاجه مجموعه ليا. حاولت انني نبللو كامل بالماء. هنايا كنضيفو في الكسكاس وغنعاود نرجعو فوق البوطه اولا فوق البرمه حتى يفور ليا مزيان، ونخليه لمده ديال 20 دقيقه كذلك. صافي هنا من بعد ما دازت 20 دقيقة غادي نعاود نخدمو المرة الثالثة كيف ما كتشوفوا. بنفس الطريقة غادي نضيف الماء، غير هاد المرة غادي ندير شوية ديال الملحة في الماء. انا كنضيف الملحة في الماء باش هكذا كتذوب وما كتبقاش باش ما كتبقاش هذاك التكرزيز ديالها. صافي غادي نحاول انني نحل فيما تكون هكذا شي كرة ديال الكسكسو مجموعة اولا السميده مجموعة، نحاول نحلها بهذه الطريقة. راه كيما قلت لكم البنات راه ساهل بحال كنصاوبوا كسكسو وما فيش شي حاجه. الفرق اللي بين هاد السميده ديال الصفه اولا السميده ديال الكسكسو هو هاد الزبيب اللي انايا ضفت، هو اللي كيضيفيه باش هكذا كيعطي واحد لوغو زوين. صافي كيف ما كتشوفوا انا ضفت هنايا الزبيب غسلته قبل ما نضيفه. يمكن لكم ديروا البيض ولا الاحمر اللي متوفر عندكم، وحاولوا انكم تخدموا بهذه الطريقه هذه باش هكذا هذاك الزبيب يتفرق على كسكسو كامل اولا على السميده كامل. وغادي نخليه لمده ديال 20 دقيقه كذلك في البرمه حتى يفور ليا مزيان. غادي ندير غير هاد الثقوب هكا في الوسط وصافي، وغنخليه لمده ديال 20 دقيقه. صافي من بعد ما دازت 20 ديال الدقيقه فار ليا هذاك الصفه ديالي فارت. هنا خديت الكسكاس وخويت هذاك الصفه في الكسعه ديالي. هنا غادي نضيف الزبده. بالنسبه للزبده ديروا الحيوانيه كتعطي واحد لوغو احسن من الطاسه الصراحه اولا من مارغرين. بزاف ديال الناس كيديروا ديال الطاسه، مي اللوغو ديال الحيوانيه احسن. بالنسبه للناس اللي عايشين في برا خصوصا ايطاليا غنوريكم واحد الزبده راها زوينه، ولوغو ديالها بحال ديال المغرب ديال اونكور، راها زوينه. صافي غنحاول انني نخلط مزيان بواحد المغرفه ديال العود باش هكذا ما كتكونش السخونيه وما نتحرقوش نهائيا. صافي ومن بعد غنضيف كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب انا خليتها تقليديه، ضفت غير كاس ديال الحليب. الا عندكم نيسلي ضيفوا نيسلي، مي الصراحه من الاحسن بالحليب كتجي حسن. انا ديجا ديراها بنيسلي ولكن ما لوغو ديالها ما عجبنيش قد ما كيعجبني ديال الحليب.
وهنايا غادي نضيف اللوز مهرمش، يمكن لكم تضيفوا كاوكاو مهرمش الا بغيتو. انا ضفت اللوز مهرمش اللي ديجا كنت قاليه ومنقيه وطاحناه. هنايا كنزيد نضيف شويه ديال السكر كلاصي. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يضيفوا السكر كلاصي يخليوه حتى الاخر، يخليوه. انا كنضيف هكذا باش ما كان من بعد ما كنبغيش نحط السكر كلاصي على قبل ولدي. صافي وغادي نخلط مزيان حتى نتاكد من كل شيء تخلط ليا، وداك السكر واللوز كذلك مخلط. كيجي لكم ديالهم هكذا راه خطير، خصوصا اللوز مهرمش لداخل راه كيجي واحد اللوغو. راه ما نقولش لكم الا جربتوا هاد الطريقه راه غادي يعجبكم وغتوليو دائما ان شاء الله ديروها. صافي انا من بعد ما كملت دابا غادي نمشي للدريساج ديال هاد الصفه. انا خديت هاد البول هذا كيف ما كتشوفوا، درت فيه واحد الزليفه صغيره الوسط. صافي وحطيت الصفه ديالي، كنحاول اني نعمر هاد البول ديالي بهاد الصفه ونضغط مزيان. انا هذا هو الدريساج اللي درت. خديت واحد الطبسيل كيف ما كتشوفوا والزلافه عندي الوسط. بغيتو تخليو الزلافه خليوها، بغيتو انكم ديروا اعملوا هكا في الجناب تقدروا تضيفوه، يعني كيف ما بغيتو تزينوا اولا دريسيو. الدريساج كيبقى حسب الرغبه ديالكم. انا هنا عندي اعملوا كيف ما كتشوفوا. حاولت انني نكبوا في هذه الزليفه هذه، وخديت السكر كلاصي وحاولت انني ندير خطيطات هكذا خفافين. انا قلت لكم ما بغيتش نحط السكر كلاصي على قبل ولدي، حيت اكثريه ديال الوليدات الصغارين ملي كيتحط حداهم السكر كياكلوا السكر وما كيخليو الحاجه اللي هي مفيده. صافي ومن بعد غناخذ عاوتاني القرفه وغادي ندير خطيطات هكا بالقرفه. كما قلت لكم التزيين اولا الدريساج كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. من بعد درت شويه ديال اللوز مهرمش هكذا في الجنيبات. صراحة أنا هذا هو التزيين اللي عجبني، يمكن لكم تحطوها عادية. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال السفة كيف ما كتشوفوا. أنا كتعجبني وكنرافقها دائما مع كاس ديال الحليب. كنحماق على السفة، سواء ديال السميدة أو ديال الشعرية كتعجبني ناكلها بالحليب. ما عرفتش واش كلشي بحالي ولا غير أنايا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى أنه ينال إعجابكم. واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش تضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع جديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.